عمرك حسيت إنك ماشي في حياتك بخط مستقيم لحد ما فجأة الخط ده يلف بيك في حتة عمرك ما كنت تتخيلها؟ أنا أحمد، عندي 28 سنة، شغال دليفري في شركة صغيرة في وسط القاهرة. حياتي بسيطة، بصحى الصبح أعمل الشاي لأمي، أنزل الشغل، أرجع بالليل تعبان وأكرر نفس الروتين كل يوم. أمي ست كبيرة عايشة عشاني بعد ما أبويا مات من وأنا طفل صغير، أو ده اللي كنت فاكره طول عمري. يوم الخميس كنت مخلص شغل وديت آخر طلبية، أو كده كنت فاكر. وأنا راجع جالي اتصال من رقم غريب. الراجل على التليفون بصوت هادي قال: عندي أوردر صغير ليك ضروري توصله دلوقتي. قلت له: بص يا باشا، أنا خلصت شغل النهاردة. قال: العنوان هيوصلك على الموبايل والأجرة مضاعفة. العنوان كان في أطراف المدينة جنب منطقة صناعية قديمة أنا ما رحتهاش قبل كده. وصلت بعد نص ساعة. المكان كان مهجور، العمارات حواليا نصها واقع والشارع ضلمة. دورت على رقم البيت، لقيت باب خشب قديم ودقيت، مفيش رد. فجأة الباب اتفتح شوية وبصيت جوه، فاضي. على الأرض كان في ظرف بني عليه اسمي بخط واضح. فتحته ولقيت جواه صورة قديمة، صورة واحد شبهي بالظبط واقف قدام بيت ريفي، وتاريخ الصورة مكتوب 1990. أنا اتولدت سنة 1996. قلبي دق بسرعة. رجعت للموتوسيكل وقررت أتصل بالرقم اللي كلمني. الراجل رد وقال جملة واحدة: أنا أبوك وإنت عمرك ما كنت تعرف. قفلت التليفون، دماغي مش مستوعبة. أبويا مات من 25 سنة، أمي قالت لي كده طول حياتي. رجعت البيت، فتحت الباب، لقيت أمي قاعدة في الصالة ماسكة نفس الظرف، عينيها مليانة دموع. بصت لي وقالت بصوت بيترعش: هو رجع تاني، كنت فاكرة مش هشوفه طول حياتي. قلت لها: مين يا أمي؟ انت تعرف الراجل ده؟ سكتت لحظة وبعدين قالت: ده أبوك الحقيقي، واللي مات كان حد تاني. أنا وقفت مكاني، حسيت الأرض بتلف والأسئلة كتير لكن مفيش وقت. أمي قامت قفلت الشباك وقالت: اوعى ترد على أي مكالمات جاية من الرقم ده مهما حصل. لكن في اللحظة دي الموبايل رن تاني، نفس الرقم. بصيت لأمي، هي كانت مرعوبة وأنا ضغطت على زر الإجابة. الراجل قال: أحمد، لو بتحب أمك تعال دلوقتي نفس المكان. قبل ما اتكلم الخط قفل. أمي كانت بتقول لي ما تروحش، لكن إحساسي كان بيشدني إني لازم أعرف الحقيقة. ركبت الموتوسيكل ورجعت المكان. المرة دي كان في نور ضعيف طالع من البيت ودخلت جوه. ريحة تراب قديم مالية المكان، وعلى الحيطة صور كتير لأشخاص مشوهين، وصورة واحدة ليا وأنا طفل، وفي الخلفية نفس البيت الريفي اللي في الصورة الأولى. سمعت خطوات ورايا. الراجل كان واقف طويل، شعره أبيض وعينه فيها لمعة غريبة. قال: أنا اتسجنت ظلم، وأمك قالت لك إني مت عشان تبعد عني. قلت له: ليه كل ده وليه دلوقتي؟ قال: لأنهم راجعين وهي مش هتقدر تحميك المرة دي. قبل ما استوعب الكلام الباب اتقفل فجأة والنور قطع، وسمعت صوت خطوات تانية، كذا شخص بيقربوا. الراجل مسكني من ايده وقال: اجري يا أحمد، الخط الأخير قرب. وأنا خارج من البيت سمعت صوت أمي بتنادي عليا من بعيد، لكن ما كنتش متأكد هل دي كانت أمي فعلا ولا حاجة تانية بتقلد صوتها.